السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. جبنا هنا لفة من قمر الدين، نقعتها شوية وبعد كده ولعت عليها النار، يعني خدت 10 دقايق كده على النار ولا حاجة، ابتدت تفك معايا وضربتها بالهاند بلندر. هنا جبت 4 معالق من النشا، وطبعا النشا بنحط على كل كوباية من قمر الدين كل كوباية من المية عليها معلقة من النشا. المية دي اللي احنا بنحطها على ايه؟ على قمر الدين. هندوبها كده على البارد، مهم جدا عشان ما تعملش معاكي اي تكتلات خالص. بنفضل ندوب كده النشا لحد ما يدوب خالص، والعين طبعا مولعاها على قمر الدين بتاخد الغلوة بتاعتها. مهم جدا ان انتي تقلبي النشا على البارد، تمام، تقلبيه كويس جدا عشان زي ما قلتلك ما يبقاش فيه اي تكتلات. لو انت حابه ان انت تحطي قمر الدين يعني تسيبيه من بالليل للصبح مفيش مشكله. مستعجله عليه ممكن تولعي عليه العين على طول، اول ما بتقطعيه بتحطيه على الميه وعلى النار على طول. تمام. نزلنا بالنشا، قعدنا نقلب فيه. ولو عايزه برضو تحطي السكر وهو بيتنقع وهو بيتغلي برضو مفيش مشكله. هنا انا ما كنتش حطيت السكر فنزلت بنص كوبايه من السكر. طبعا السكر ده على حسب احتياجك، لان طبعا القمر الدين بيبقى فيه سكر. هنا بقى بنحط معلقه من ميه الورد. عايزه اقول لكم بتدي طعم وريحه للمهلبيه ما شاء الله عليها. نعرف ازاي المهلبيه بتاعتنا جاهزه؟ لما تلاقيها بتبقبق كده، يعني بتعمل فقاقيع كده، خلاص كده احنا النشا استوى في المهلبية وادتنا القوام اللي احنا عايزينه. هنديها تقلبتين كده وبعد كده نغرفها على طول في البولات بتاعتنا. هنبتدي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش عايزين اتقل من كده ولا اخف من كده. طبعا هي بتقعد بتتقل شوية. تمام. هنبتدي نغرفها في البولات الصغيرة بتاعتنا وتزينيها زي ما انت عايزة. طريقة سهلة وسريعة وما خدتش معايا وقت خالص. بصوا بقى، تزينيها بقى زي ما انت عايزة. حطي بقى جوز هند، تحطي زبيب، تحطي مكسرات. احنا هنا ولادي مش بيحبوا المكسرات قوي على الحاجة، فكانوا حابين عليها جوز الهند وزبيب وخلاص على كده. عايزه اقول لكم من الحاجات السريعه السهله، الحاجات اللي يعني ممكن تعمليها في رمضان او غير رمضان، ممكن يتاكل سخن ممكن يتاكل ساقع. المهلبيه دي من الحاجات اللي احنا بنحبها جدا في رمضان. تقدروا تعملوها في العزومات وتحطوها في التلاجة وتبقى جاهزة للتقديم. اعملوها وجربوها ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. فيديو خفيف وسهل. ان شاء الله اشوفكم بكرة بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.